السلام عليكم. تعالوا النهارده كده نتكلم مع بعض عن المنظار الحنجري واتعامل معاه ازاي واركبه ازاي وافصله عن بعض ازاي. فنقرب كده مع بعض. احنا عندنا دول طقمين منظار حنجري. عندنا حاجه اسمها منظار حنجري للاطفال النيونيت بتاع الحضانه، ومنظار حنجري للكبار. الفرق بينهم ايه؟ قلنا بس اختلاف الاحجام مش اكتر. طيب نسمع كده الاسماء، قرب معايا كده نعرف الاسماء بتاعتنا. فعندنا الحاجه دي اسمها التانج بليد. تانج بليد، تانج يعني لسان، وبليد يعني خافت، الكلمتين على بعض خافت اللسان. ده يعني بستخدمه عشان خاطر ان انا اعمل كنترول وانا بركب التيوبه بتاعتي، عشان خاطر الفيو بيساعدني ان انا اشوف الفيو بتاعي. ودي الهاند اللي بتركب عليه المنظار ده. بنركبه كالتالي: الكونكت ده، نقرب كده مع بعض، الكونكت ده مع الكونكت ده اهو، وادخل كده اشتغل معايا المنظار وقرب معايا. طيب نفهم سياسه المنظار ده. اللمبه دي نورت ازاي؟ السورس لايت ده جاي منين؟ قال لك يا سيدي عندنا هنا حاجه اسمها باتري، يعني بطاريه. البطاريه ديت هي المسؤوله عن توصيل الضوء ده عشان خاطر اقدر اشوف الفيو جوه الاورال، جوه الفم بتاعنا. فعندنا البطاريه بتاعتنا خلاص كده من غير بطاريه فاصله اهو. يبقى المسؤول عن توصيل الشحنه دي هو البطاريه. بنركبها ازاي؟ عندك بطاريتين كبار، المنطقه الموجب بتخش الاول، وهنا برده منطقه الموجب بتخش وراها، وابدا ان انا افصل اركب المنظار. شفت اول ما عطيت ركبت نور ازاي معايا؟ خلاص انا ركبت معايا المنظار اهو بالشكل ده، يبقى كده نور معايا. طيب ده قلنا ده اسمه بليد. طيب اخلعه ازاي؟ بتني البليد كده واشد لفوق. طب اركب ازاي؟ برضه يبقى بتني واركبه. يبقى سياسه التركيب انا وانا بتني بركب وانا بتني بخلع. طيب مقاسات البليد ده يا سيدي بسيطه خالص. فنبدا اول مقاس عندك بيبقى مقاس 0، ده بالنسبه للادلت الكبار، مقاس 0، ثم مقاس 1 اهو، 1 معانا ماشي، ثم مقاس 2، ثم مقاس 3، ثم مقاس 4. خلاص كده دي كده طقم المنظار الحنجري. طيب يا سيدي انا بختار البليد ده بناء على سن العيان. يعني انا مش هخش ببليد زي ده مثلا في طفل عنده 4 سنين، لا، ممكن اخد الواحد، ممكن اخد الاثنين، خلاص كده وهكذا. ده بالنسبه للمنظار الحنجري للكبار. طيب النيونيت الاطفال، الفكره بتاعته ايه؟ نفس الكلام بتاع الادلت بس اختلاف الحجم بتاعه. خلاص انا بتعامل مع طفل نيونيت، يعني طفل لسه مولود او في حضانه، يعني طفل صغير خالص، مش هينفع استخدم معاه حاجه زي كده. ده حاجه قويه عليه، ممكن تعمل له تروما يعني او انجري في المسار بتاع الايروي بتاعه او الاورال بشكل عام، ان انا ممكن اعمل له اصابه ونزيف فموي. فانا بستخدم هاند بسيطه خالص اهي. باخد البليد بتاعتي مقاس 0 مقاس 0 مقاس 1. دي مقاسات بتاع الحضانه. 0 ده اسمه تانج بليد. 0 1. خلاص بركب زي نفس الفكره اهو، بدي ولا انا ادخل معايا افتح هيشتغل معايا. طب قفلت خلاص نفس الكلام اهو، هدي ان انا ادخل بيشتغل معايا بالشكل ده كده. خلاص اكسر وشد لفوق، هو برده مكسور كده اهو، بركب. ده كده كان فيديو كده بسيط عن المنظار الحنجري بشكل عام. لو انت ما كنتش تعرف ازاي تركبه او تطلعه او بينور ازاي وبيشتغل ازاي معايا، فدي فكرته. طبعا في منه انواع كتير قوي حديثه مش متوفره ان احنا نصورها لكم، بس ممكن تعمل عليها سيرش على جوجل. برضه هسيب لك كام لينك كده في الكومنت على الفيسبوك وفي الديسكربشن اللي انت على اليوتيوب، تبقى انت عارف الاماكن دي موجوده فين، تقدر تتفرج عليها. وصلوا ان في منظار حنجري بيبقى فيه كاميرا ان انت تتيب من غير ما انت تتعب نفسك خالص، يبقى انت شايف الفيو بتاع الاوسيفيكاس والايروي وانت بتشتغل على الجهاز تلقائي، بيبقى فيه كاميرا وتشوف كل حاجه فيه. ده كان فيديو بسيط كده عن المنظار الحنجري، اتمنى تكون استفدت. لو كنت استفدت تنسى تعمل شير ولايك سبسكرايب انت على اليوتيوب، لو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل لاف وشارك المنشور لحد ما يعرفش المعلومه دي. ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا.